السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني، أخصائية تخاطب وتنمية مهارات وصحة نفسية. أهلا وسهلا بكم في قناتي يوميات تحدي المشاكل. برحب بكل المشتركين الجداد، نورتوا القناة، وبرحب بالمشتركين القدام، انتوا أصلا منورين القناة. يا ريت كده اللي داخل جديد القناة ياخد كده لفة في القناة، عشان القناة متنوعة إن شاء الله تعجبكم وتنال إعجابكم. يا ريت بقى تعملوا لي شير للفيديو علشان القناة تكبر، لأن القناة صغيرة جدا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فكرة مشكلة معينة، وهي كتم الغضب والحزن والألم. ايه آثار المشكلة دي علينا، وايه أسبابها، وازاي نعالج بقى المشكلة ديت. لما نكتم المشاعر، احنا لما بنكتم مشاعرنا زي الحزن، الألم، الخوف، الغضب، النكد، اللي بيقعد يكتمها كده جواه، نفسنا دي عاملة زي الوعاء. كل المشاعر بتتخزن جواها سواء كانت حلوة أو وحشة. فطبعا نفسنا دي عاملة كده زي البالونة اللي بنملاها بالهواء، واكيد هنوصل لمرحله يحصل لنا فيها انفجار لو ما وقفناش النفخ ده. زي صوت البالونه كده لما بتفرقع، هو ده الانفجار اللي بيحصل للشخص لانه ما فرغش مشاعره بشكل صحيح. الفرقعه والصوت دي بتاع الانفجار، اللي هي صوت انفجار المشاعر، ده بتسبب مشاكل جسمانيه ونفسيه. ايه هي بقى المشاكل اللي بتسببها؟ اول حاجه عندي، جسمك هيتألم وهتحس بتعب، ونفسك لما تتألم توصل لمرحله كده تصرخ فيها. المشكله اللي بيعجز عن حلها العقل بيحلها الجسد او الجسم. للأسف هو اللي بيحمل الألم دوت. جسمك أو جسدك بيكشف اللي انت شايله في مخك، فيبدأ القولون مثلا تلاقيه يتعب منك بسبب ان انت كاتم مشاعرك، مفيش أي متنفس. يبدأ القولون يصرخ ويقلب الدنيا، ويحصل ألم وشد عضلي وألم شديد. تلاقي رقبتك وكتفك أيضا محجرين كده وفيهم شدة. تلاقي يجيلك مثلا صداع مش عارف جه من ايه أو ايه أسبابه، وما بيروحش حتى لو خدت مسكن، وكأن دماغك دي بتعبر عن الألم المكبوت جواها أو اللي مكتوم جواها دماغك. وأحيانا بيرتفع مثلا ضغط الدم عند بعض الناس، أحيانا بعض الناس بيزيد ضربات القلب، أحيانا المعدة بتتعب أيضا. ليه؟ لأن العقل الآخر للإنسان، ليه المعدة دي هي العقل الآخر للإنسان، بتعبر عن المخبأ في العقل وكتمه في الأول. وأحيانا قرحة المعدة دي بتساهم في الألم برضو. قرحة المعدة لأنها بتيجي من الحاجات اللي مش بتيجي من الحاجات اللي بتأكلها، لكن بتيجي من الحاجات اللي مما يأكلها، هي المشاعر المكتومة. يعني ألم المعدة ده بيجي من المشاعر المكتومة أو المكبوتة جوانا، المستخبية اللي مش عارفين نعبر عنها. المهم غالبية أعضاء الجسم بتفضل تتألم وتصرخ وتستغيث من كتمان المشاعر دي اللي انا بقوله ده دلوقتي هي مظاهر عم بتعبر عن الشخص ده عنده مشاكل ومشاعر مكبوتة ومش عارف يفرغها كويس. بعد كده عندي بيحصل فجأة انفجار قوي شديد. الانسان اللي بيكتم مشاعر ده ويسكت وما بيعبرش عنها فاكر نفسه كده شخص قوي، لكن المشكلة انه بيكون زي القنبلة الموقوتة، فجأة كده بينفجر او يثور وعمل مشكلة او كسر او دشدش الحاجة اللي قدامه، بيطلع شحنة الزعل او الكبت او الغضب دي اللي مدتها سنين وسنين دي ومش عارف يفرغها. ليه؟ لانه ما تعلمش ازاي يفرغها صح، ما تعلمش ازاي افرغ مشاعر الغضب او الحزن او النكد او الالم ويطلعها من عقله، لانك ما تعلمتش ازاي تفرغها من عقلك، فبتظهر في شكل الانفجار في موقف تافه مش مستاهل كل الانفعال ده. حتى نلاقي بعض الناس كده عملوا موقف فيه انفعال شديد ونقول ايه ده، ايه الموقف الهايف ده ما يستاهلش كل الانفجار وكل الانفعال ده. ليه؟ لان الشخص ده مكبوت جواه مشاعر سلبية انفجرت كده في الموقف التافه ده. كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، زي ما بنقول كده، القشة التي قسمت ظهر البعير. بعد كده عندي البلادة الوجدانية. الإنسان بيعيش كأنه حاسس بحاجة، لأن العقل لما بيتعود على كتم مشاعر بيعمل كده إغلاق عليها، على أي مشاعر سواء كانت حلوة أو مشاعر سلبية أو وحشة. وبيكون الشخص بارد ومطفي، لا بيزعل ولا بيفرح، عامل كده زي الريموت بالظبط اللي هو الإنسان الآلي. بعد كده عندي تدمير العلاقات. الشخص اللي بيحزن مشاعر جواه او الشخص اللي بيخزن مشاعر جواه وبيكتمها جواه، ما بيعرفش يقول انا زعلان من كذا، انا متضايق من كذا، ما بيعرفش يعاتب من الموقف كذا. لكن مع كل اسف بيفضل كده يشيل ويشحن من الشخص اللي قدامه في صمت، وهو فاكر نفسه انه كده حد قوي، ان هو صامت وساكت. لا، هو بيكبت المشاعر مش بيتحمل المشاعر، لحد ما بيوصل لمرحلة زهق شديد وفجأة يقرر ينسحب ويمشي ويقطع علاقته بيك من غير اي مقدمات. واللي قدامه في حالة ذهول، مش عارف هو عمل كده ليه، ايه اللي حصل، ايه اللي جرى،
ان الكتمان الشديد دوت هو السبب في الانفجار اللي حصل او في الانسحاب المفاجئ اللي حصل. الانفجار ده او الكتمان الشديد ده هو اللي بيموت الحب بالبطيء. بعد كده عندي ادمان الاكل او ما بنسميه الاكل العاطفي. ليه؟ لان الطاقه والمشاعر المكتومه دي بتعمل قلق وتوتر داخلي مستمر، فالشخص بيبدا يدور على اي مسكن او اي حاجه تريحه يسكن بيها الالم المؤقت ده، يريح بيها نفسه يعني من القلب الداخلي. فتلاقي نفسه كده يروح بسرعه على التلاجة ياكل كميات كبيره من الاكل والسكريات والنشويات، عايز بقى ايه؟ يحصل على دوبامين سريع. الدوبامين ده نوع من انواع الهرمونات، هرمونات السعاده، عايز بقى يحصل عليه بسرعه، يقعد بقى ياكل كتير. تبقى عباره برضو عن نتيجه ان الشخص جواه طاقه سلبيه ومش عارف يطلعها. بعد كده عندي الخلاصة، يعني ان الزعل مش عيب والمشاعر مش ضعف والعياط مش ضعف وعدم رجولة، لكن كتمان المشاعر هي اللي غلط. من الاخطاء الكتير اللي نقع فيها مع الاولاد، نقول لهم لما نلاقي ابن زعلان: انت بتعيط ليه؟ ما تعيطش، ما تنفعلش، انت راجل ما تعيطش. ده خطأ كبير اللي بتقوليه. سيبيه يعبر عن مشاعر الحزن ويعيط شوية وينفس عن نفسه، لانه عايز لان انت كده بالشكل ده بتعلميه يكبت مشاعره. كبت المشاعر ده بسبب امراض عضويه ونفسيه. لما بتقولي له ما تعيطش، الرجاله دي مش بتعيط او ما فيش راجل بيعيط. عشان كده سيب المشاعر تمر، لو راجل او ست او طفل سيب المشاعر تمر، لان كل مر سيمر. عاتب وفضفض عشان تحمي جسمك ونفسك من الالم، وعشان تقدر تعيش بصحه نفسيه وجسمانيه وكويسه. دلوقتي بقى هنتكلم عن ازاي بقى المشاعر السلبية او الطاقة السلبية او الحزن او الغضب او الألم اللي انا حاسس بيه ده افرغه بطريقة صحيحة. عشان ليه بقى؟ ليه عايزين نفرغه؟ عشان نحس بسعادة نفسية وجسمانية، وتحس بالتناغم وحالة من الهدوء والاتساق الداخلي. اول حاجة عندي الشكوى الى الله. عندك مشكلة، روح بسرعة صلي وانت ساجد اشكي ربنا اي حاجة مزعلك. تاني حاجة الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اثناء قول استغفر الله العظيم بيحصل ايه؟ اللسان بيخبط في سقف الحلق وبيلمس سقف الحلق، فبيفرز المخ هرمونات بتهدي الجسم كله، فبتلاقي حالة الغضب بتنخفض وحالة النكد والحزن والحاجات دي. بعد كده عندي التحدث مع صديق او صديقه محل ثقه، حد تكون متاكد منه انه اخلاقه كويسه ومش هيطلع الكلام ده بره. طب لو ما فيش بقى اصدقاء، عندك صديقك القلم والورقه، دول اصدقائك اللي مش هيخونوك ابدا. اكتب بالقلم والورقه كل حاجه مزعلاك، وبعد كده امسك الورقه الورق اللي كتبت فيها دي، قطعها قطع صغيره جدا او احرقها عشان محدش يشوفها، لان بعض الناس ممكن تخرج اللي جواها ده كلام لو حد عرفه يأذيها ويعمل لها مشاكل او يضرها. فلازم تتخلص من الورق اللي مكتوب فيه الكلام السلبي اللي انت طلعته من جواك، وترمي الورقة دي او تحرقها في سلة القمامة. عشان كده لو تركت المشاعر السلبية او الألم او الكلام اللي مزعلك جواك، اللي بيحصل كارثة كبيرة، انه هيحرق لك نفسيتك وهتتألم ويكسر جسمك وروحك. من ضمن برضو الحاجات اللي بتفرغ المشاعر ممارسة هواية معينة أو نشاط معين بتفرغ بيه المشاعر السلبية، تحسسك بالهدوء والسعادة النفسية. مثلا حاجات كتيرة بقى، يعني احنا هنقول أمثلة لبعض الأنشطة اللي ممكن نعملها، زي مثلا ممارسة الطبخ، ممارسة الزراعة، ممارسة تصنيع أي حاجة في البيت، اتعلم أي حاجة على النت، تصنيع أي حاجة، زراعة أي حاجة، الطبخ، الإنشاد، الرسم، التلوين، المهارات كتير. اتعلم صناعة محتوى، اتعلم برمجة، اتعلم اي شيء مفيد تشغل بيه وقتك وتفرغ بيه الطاقة اللي عندك. بعد كده عندي البكاء وسيلة او طريقة تفريغية تنفيسية للمشاعر او الزعل او النكد او الألم او الطاقة السلبية او الغضب. اي حد ممكن يبقى زعلان، الراجل او البنت او الطفل عادي يقدر يبكي ويعيط عادي ويخرج المشاعر السلبية دي، بيعمل لها ازاحة من جوه لبره، فيحس بهدوء وسلام داخلي. بعد كده عندي ممارسة الرياضة. طبعا اللي يقدر يروح جيم طبعا يروح يمارس رياضة، ده هينفذ عن مشاعره السلبية. طب هيطلع دلوقتي حد يقول لي انا ظروفي المادية لا تسمح، انا ظروفي وحشة، مرتبي ضعيف، مش قادرة اروح جيم، او ما بشتغلش، معيش فلوس ادفع، وظروفي المادية محدودة، او معيش فلوس، اعمل ايه؟ او مديون. طب الحل ايه؟ المشي. تقدر عادي، كل الناس تقدر تمشي في الشارع.
طيب عشان احصل على فوائد المشي اعملها ازاي؟ ما يكونش المكان زحام شديد، يعني ما اجيش وقت الساعه، وقت الذروه اللي هو وقت خروج الموظفين ووقت خروج المدارس وقت خروج الجامعات، والوقت اللي هو من الساعه 3 او الساعه 2 ده، واقول هخرج اتمشى. لا طبعا مش. طيب امتى الوقت المناسب اللي احنا نتمشى فيه او نمارس هواية المشي دي؟ ما يكونش الوقت وقت ذروة، يعني ما يكونش وقت خروج الموظفين، ويكونش الجو زحمة جدا كده في الشارع، ولا خروج الطلبة في الشارع، ولا خروج المدارس والجامعات اللي هو وقت من الساعة 2 ده للساعة 4. لا، بعد كده بقى يا اما الصبح والناس كلها مشغولة في شغلها والموظفين في شغلهم، والجو شبه هادي كده، او الجو الى حد ما هادي. الجو والطريق بيكونوا مش ضجيج جامد او زحام جامد، لان المشي بيخفف من حده القلق والاكتئاب. المشي بيعمل على تفريغ المشاعر، الخوف والغضب والحزن. يا ريت بقى لو تعرف تروح جيم هيكون كويس برضو. لو حاسس بحاله غضب، هات كده لعبه البوكس وتفرغ فيها حاله الغضب اللي جواك دي، هتحس كده ايه بعدها بحاله من الهدوء، عشان انت كده عملت ازاحه للمشاعر السلبيه من جوه لبره، بدل ما مشاعر الغضب تخليها جواك وتأذيك. عندي برضو طريقة تانية برضو لتفريغ المشاعر وتنفيس المشاعر، اللي هي الكرة المطاطية. الكرة اللي هي بنجيبها كرة صغيرة كده، بنضغط عليها. لو انت منفعل او غضبان او داخل على موقف فيه ضغط، مقابلة شخصية او امتحان، اضغط على الكرة دي، هتلاقي نفسك فرغت المشاعر الغضب. بعد كده عندي وسيلة تانية من وسائل تفريغ المشاعر وتنفيس عن المشاعر، اللي هي الكرسي الخالي. اقعد كده وهات كرسي فاضي قدامك، وحط عليه اي حاجة زي مثلا مخدة، وتخيل ان الشخصية اللي مزعلاك دي او مضايقاك قدامك على هذا الكرسي، وقول له كل الكلام اللي جواك. انا زعلان من كذا، انا متضايق كذا، انا قرفان من كذا، انت قرفتني في كذا، زعلتني في كذا، نكدت عليا في كذا، قلت لي كذا، جرحت مشاعري، قلت كذا. عبر عن كل اللي جواك من ناحيته. دي كانت طريقة كويسة برضو من طرق تفريغ المشاعر. حس بعدها بهدوء وسلام نفسي. عشان كده ما تسيبش مشاكل خطيرة، ما تسببلكش مشاكل خطيرة اللي هي المشاعر السلبية دي. لازم نعمل لها إزاحة بالوسائل اللي أنا عرضتها معاكم، هم حوالي 9 وسائل. دي كانت وسائل عملية لتفريغ المشاعر عشان ما تسببلكش أي مشاكل خطيرة، سواء جسمانية أو نفسية. يبقى كده احنا عرضنا مجموعة من الوسائل العملية لتفريغ المشاعر، وقلنا ايه اسباب المشاعر السلبية او الغضب او الحزن ديت، وازاي نفرغها بشكل صحيح. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، مسافة شكر ليا. واللي لسه مشتركش في القناة يا ريت يضغط على كلمة اشتراك ويشترك في القناة، ويضغط على رسمة الجرس عشان يوصل لكم كل جديد منا، وشير الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.